السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم هذا الكاطو اللي كيجي خطير، اللي ممكن تحضروا في اي مناسبه، احتفال بوليداتكم، عيد ميلاد، راس العام، اي حاجه. راه كيجي غزال، كيجي هائل، حتى ما فيش بزاف ديال التعقيدات. ما غاديش نطول عليكم، غندخلوا ديريكت للمكونات. هنا حبيت نعمل بالنسبه للطبقه ديال البسكوي، فانا هنا اختاريت ندير طبقه ديال البراونيز اللي كتجي معلكه وبنينه. ويعني كيف ما كتعرفوا الجينواز كاين بزاف ما كتصدقش معاهم، فهنا يعني ديروا ليهم، ديروا براوني كتجي حتى هي زوينه وبنينه ومعلكه. المهم هنا المكونات كيف ما كتشوفوا معايا. عندي واحد 80 غرام ديال الشكلاط كحل، نوعيه مزيانه، يعني 70% من الكاكاو. وعندي واحد 50 غرام ديال الزبده اللي عبرتهم في واحد البول وغندوبهم بوحدهم كيف ما كتشوفوا معايا. عندي 30 غرام د السكر اللي كنضيفها، وعندي معلقه د الفاني بيضه، وعندي 30 غرام ديال الدقيق، وواحد ساشي ديال الشوكولاط كحل. هنا البنات كيف ما شفتوا راني دوبت الزبده والشوكولاط، كنحاول نسرع عليكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هنا دوبت الشوكولاط والزبده هما الاولين. من بعد ما دوبتهم ضفت عليهم سنيده ومعلقه الفاني، حركت. وفي هذا اللحظه اللي انا زدت البيضه، خاص يكون الشكلاط والزبده يكونوا بردوا باش منين نضيفوا البيض ما يطيبش لينا، فهمتوا؟ يعني يكون الخليط بارد على حسب البيض. صافي كنحرك، كنطرب داك البيضه مزيان، كنضيف على داك الساشي د شكلاط غبره على هذا الشكل هذا، تنحرك حتى هي، وكنضيف داك 30 غرام ديال الدقيق اللي كنغربلو، وكنحرك الكل. وصافي ها البسكوي ديالنا واجد. راه ما كتاخذش الوقت بزاف في الفران، ميم با واحد 8 دقائق حتى 10 دقائق على 160 درجه كتكون واجده. ما تخليوهاش في الفران بزاف البنات، لانها غادي تقصح لكم. براونيز فكيف ما كتعرفوها خاصها تجي معلكه، هذا هو براوني هكا خصو يكون. صافي هنايا البنات كنخلطها مزيان، كنضيفها في الصينيه ديال الفران. كنجيب واحد المول عندي لانني دايره واحد الكاطو صغير، فجبت المول على هذا الشكل وفرشت ليه واحد الورق ديال الطبخ. وصافي غادي هنا راه عندي الفران راه سخون. من بعد البنات صافي كنقادها في الصينيه ديالي وغادي ندخلها الفران. هنا البنات غادي ندوزو نحضروا الطبقه المقرمشه كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للطبقه المقرمشه عندي 80 غرام د الفويتين. انا هنا ضروري خدمت بالميزان، ما يمكنش نعطيكم العباره هكاك عادي، ضروري الميزان في لاباتيسري باش كتصدق معكم اي كاطو. هنا عندي البنات 80 غرام د الفويتين، عندي 50 غرام د البراليني اللي هو البراليني اللوز املو يعني بالدارجه، وعندنا 50 غرام د الحليب، عفوا الشكلاط بالحليب. هنا غنجيب واحد البول، غادي ندوب الشكلاط بالحليب مع داك البراليني هما الاولين، وغادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزيت باش داك الشكلاط بالحليب ما يتحرقش لينا. صافي كنزيد واحد المعلقه ديال كبيره ديال الزيت، وغادي ندي كلشي، غادي ندوب كلشي على باماغي. صافي ونخلي يعني نخلي الشكلاط والبخاليني حتى يدفاو شويه، وغادي نضيف عليهم فويتين على هذا الشكل هذا. صافي هاد الطبقه المقرمشه هادوما المقادير، كتجي يعني مقرمشه في البسكوي، كتعطي واحد اللذه. وعندي واحد كذلك عندي واحد 50 غرام ديال التقاوت اللي هما اللوز والكركاع. عندي لوز والكركاع واحد 50 غرام اللي انا حمصتهم شويه، ما تخليوهمش يعني ان الكركاع راه دغيا كيتحرق، غير شويه تصهدوا. صافي كنهرمشهم وكنزيدهم على هذا الخليط، كتعرفوا كيزيدوا يعطيو واحد القرمشه للكاطو. هنا بعد ما وجد ليا الكاطو كنجبدو من الفران على هذا الشكل هذا. كنكون قلبت داك الجهه التحتانيه كنديرها هي الفوق، والفوقانيه كنديرها لتحت، لان الفوقانيه كتعرفوا كتجي شويه مقرمشه والتحت كيكون معلك. كنقلب الكاطو ديالي. صافي هنا كنضيف الخليط ديال الطبقه المقرمشه، كنقادها هكا بمعلقه. صافي كنقادها مزيان الجوانب، يعني ماشي تجي جهه طالعه وجهه هابطه، لا كنقادها مزيان على هذا الشكل هذا.
وغادي ندخلها مباشره للفريغو، مباشره غادي ندخلها للفريغو على هذا الشكل هكا. وهنا غادي ندوز باش نوجدو لاكريم، طبقه د لاكريم. صافي هنا غادي ندوز نوجد طبقه د لاكريم. بالنسبه لطبقه لاكريم البنات كيف ما كتشوفوا معايا كنحتاج هنا واحد 400 غرام د الكريمه السائله. الكريمه انا هنا استعملت هولالا، ممكن تستعملوا اي كريمه ديال الخفق يعني تكون مزيانه. استعملت واحد 50 غرام ديال الشكر بالحليب، وواحد 170 مليلتر او 170 غرام ديال الحليب، 100 غرام ديال السنيده، 2 اصفار بيضتين، ورقه وحده ونص د الجيلاتين، وواحد 3 ساشيات ديال نيسكافي ولا عندكم القهوه هاك ديال اللي كتكون يعني اللي كتكون مطحونه، ضيفوا واحد المعلقه كبيره. وغادي نوريكم كيفاش من بعد غنضيفوها، لان هذا الكاطو جاب النكهه ديال القهوه، داكشي علاش غادي نضيفوا النكهه. فانا هنا استعملت نيسكافي اللي توفر عندي. هنا كنجيب واحد الانيه اللي كندير فيها الماء، كندوب فيها الجيلاتين على هذا الشكل هذا. الجيلاتين كندوبو كنخليه على جنب صافي على ما يذوب ليا، كنفزقو في الماء، يعني كنفزقو في الماء. هذا جيلاتين حلال يعني ما تخافوش منه. ضروري الوصفه فيها الجيلاتين باش هاد الكاطو كاع لي كاطو كلاصي ضروري الجيلاتين، لان كتعرفوا كاطو كلاصي ما كيكونش لا كريم عاقده، يعني كتكون عاش كاطو كلاصي كتجي لا كريم ديالو بحال كتجي رطبه ما كتكونش طالعه بزاف، فهمتوا؟ داكشي علاش كنستعينوا بالجيلاتين. هنا البنات كناخذ واحد الكاسرونه كندير فيها الحليب وداك نيسكافي كيف ما شفتوا كندوبهم، ما كنخليش الخليط ديالي حتى يغلي، لا غير كيسخن كدوب داك نيسكافي وصافي. كنجيب الخليط كنكبو فواحد الانيه، كناخذ كاسكرونه نصها اللي خدمت بها، كناخذها كنضيف فيها داك الصفار بيضتين، 2 بيضتين، وهذاك سنيده 100 غرام ديال سنيده كنضيفها حتى هي. وبالنسبه للخليط كيف ما شفتوا معايا كنضيف شويه بشويه باش البيض ما يطيبش ليا، وانا كنضيف شويه بشويه وانا كنطرب. ضروري من الطراب ما تحبسوش في هذه المرحله باش البيض ما يطيبش ليكم، لان الحليب راه سخون. كنحرك مزيان كنبقى نزيد شويه بشويه وانا تنحرك وغادي ندي الكل على النار اللي تكون مهيله وانا مع التحراك، يعني نبقى مستمره بالتحراك. صافي البنات هنا من بعد ما وجدت لي الكريمه، انا غادي نوريكم باش تعرفوا الكريمه ديالكم صافي وجدات وتنزلوها من على النار. هنا من بعد ما وجدت لي انا الكريمه كنضيف عليها داك 50 غرام ديال الشكلاط بالحليب كدوب، وكنزيد عليها الجيلاتين حتى هو، وكنطرب مزيان باش الشكلاط والجيلاتين يذوبوا ليا في الكريمه مزيان، باش منين يعني تكون في الكاطو ما تجيش فيها شي طريفات ولا يكون كل شيء دايب. صافي كيف ما كتشوفوا هنا البنات كنحرك وكنطرب مزيان. صافي تتكون الكريمه ديالي واجده، كنخليها على اتساع تبرد وكندوز نطلع الكريمه ديالي الثانيه. هنا البنات باش تعرفوا بلي هاد الكريمه هادي راه كتسمى كريم انجليز، هي هادي لا باز ديال اي كاطو كلاصي هكا كنخدموها. هنا وريتكم الطريقه باش تعرفوا الكريمه ديالكم واجده. ديروا واحد المعلقه وديروا واحد الخط في الوسط، الا ما التصقش لكم داك الخط عرفوا الكريمه ديالكم واجده. ولكن الا درتوا المعلقه ودرتوا داك الخط وشتوا باللي يعني الخط تلاقاو مع بعضياتهم، فعرفوا الكريمه ديالكم مازال خصها يعني ترجع للنار، ومازال خصها شويه تستعقد. صافي هنا البنات راني خليتها على جنب تبرد، وكندوز انا نطلع الكريمه ديالي السائله. هنا راني ما نضيفش سنيده لان سنيده درناها في كريم انجليز، وهذه راه اصلا هولالا كتكون حلوه، يعني صافي كنكتفي بالحلاوه اللي كاينه في الكريمه. هنا البنات كيف ما شفتوا كنطرب الكريمه. انا هنا بغيت نقول لكم ما خاصهاش تكون طالعه الكريمه بزاف تجي عاقده، لا هنا الكريمه خاصها تكون واحد شويه
هي كيف ما شفتوا على شكل يعني كتبقى شويه بحال جاريه، راه كيبان لكم القوام ديالها في الفيديو. صافي من بعد ملي طلعت هذاك الشكل راه كندير واحد شويه كنديرو مع الكريمه اونغليز، كنخلط كلشي وعاد كنرد الكل على الكريمه الثانيه على هذا الشكل هذا، وغادي نطرب واحد شويه بالطراب باش الكل يعني الكل المكونات تندمج مع بعضها وتجي كريمه وحده. صافي غادي نخلط هنا مزيان. في هذه المرحله خاصني نخلط لان كيف ما كتشوفوا الكريمه كتكون سايحه شويه، خاصكم تخلطوا مزيان. هنا غنستمر في التخلاط ديالي، انا تنخلط من تحت الفوق. غادي نستعين بالباطور واحد شويه، غير شويه، ما غاديش نطرب به بزاف، واحد 3 ديال الدورات ولا 2 دورات وصافي. لان كيف ما قلت لكم ما خاصش الكريمه تجي عاقده، باش ملي تكونوا كتعضوها في الكاطو كتجيكم داك الكريمه رطبه، يعني ما كتشبعوش منها، كتجي خفيفه، كتعرفوا لي كاطو كلاصي. صافي انا كيف ما شفتوا هنايا خلطت واحد شويه بالخلاط باش داك المكونات كتندمج، لان كيف ما شفتوا هانتوما غيبان لكم دابا واخا خلطت بالخلاط ملي غنعاود بسباتيل غادي يبان لكم باللي السائل ديال الكريمه اونغليز هبط لتحت. يعني انا تنقلب وغيبان لكم راتي يعني راه كاين لتحت، يعني خصكم تزيدوا تخلطوه مزيان. المهم صافي انا هنايا راه غادي نجبد الكاطو ديالي اللي كنت درته في الفريغو، غادي نجبدو، غادي نصب عليه الخليط على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. هنايا الطبقه المقرمشه راه جمدات ليا. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا كنكب الخليط ديالي كامل، كنفيني كنردو للفريغو. خاصو يبات ليله كامله في الفريغو، ضروري الكاطو ديالكم كاطو كلاصي ضروري يبات ليله كامله في الفريغو باش كيجي عاطي واحد المنظر. صافي انا البنات هنا غادي ندوز نوجد معكم الكاناش. بالنسبه للكاناش البنات هنا احتاجيت 80 غرام ديال الكريمه السائله و80 غرام ديال الشكلاط اسود نوعيه ممتازه. ضروري الشكلاط يكون نوعيه ممتازه باش الكاطو ديالكم يصدق معكم وينجح معكم وتجيكم فيه داك البنه اللي كتقلبوا عليها واللي كتلقاوها في داك لي كاطويات اللي كيتباعوا في المحلات الكبار. هنا كنحرك البنات كيف ما شفتوا على هذا الشكل هذا كنحرك. صافي هنا الكاطو ديالي لاغدني باش من بعد ما جبدته من الفريغو البنات كنكون وجدت له الكلاصاج على هذا الشكل، كنكلاصيه وكنقادو وكنزوقو. فالبنات هنايا هذا هو الشكل ديالو. انا راني ما قطعتش الجوانب على حسب غير الظن لوليداتي خليته هكاك، يعني الا بغيتو يجيكم عاطي زعما الفينيسيو اكثر قطعوا الجوانب كيجي مفيني اكثر. شكرا لكم بزاف، كنتمنى يعجبكم الفيديو. الى فيديو اخر، بسلام عليكم.